حبايبي أبطال دفعة تانية ثانوي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين. إن شاء الله دلوقتي هنعمل ريفيجن على باقي شابتر 3. تمام، اللي هو من أول درس الانترفيرنس والديفليكشن وهكذا. حاجة حاجة هخلصها هنزلها لكم على طول عشان تلحقوا أول بأول. يلا يا معلم، تعالى كده مع بعض نفتكر إيه هو درس الانترفيرنس ويعني إيه كلمة انترفيرنس. انترفيرنس ببساطة يعني تداخل. طيب، تدخل ايه يا مستر؟ قلنا يا معلم ببساطه لو جبت مونوكروماتيك لايت ولازم يكون مونوكروماتيك. تمام؟ طيب بعد كده عديته على سليت. تمام؟ اتفقنا يا معلم لو شكل الويف تمام لما يخش على سليت في الحاله دي يا معلم هيتحول ايه؟ هيتحول لسلندريكال ويف. صح؟ طيب بعد كده مستر دخل على تو سليتس. اهم حاجه يا مستر لازم المسافه تكون من دي قد دي بالظبط. ليه؟ عشان يعملوا تو كوهيرنت سورسز. يعني ايه مستر تو كوهيرنت سورسز؟ اتنين سورس زي بعض بالظبط. طيب بعد كده قال لك هتبتدي الضوء يطلع الاحمر ده كريست والنقط دي ترف. مش اتفقنا يا معلم ان الويفه دي فيها جزء كريست وجزء ترف؟ صح ولا غلط؟ الويف اللي هو الجزء اللي فوق والترف اللي هو الجزء اللي تحت. قال لك انترفيرنس يعني تداخل. ايه اللي حصل هنا؟ قال لك يا معلم هتلاقي الويفه دخلت في الويفه، فعندي اتنين احتمال هيظهر. ايه؟ يا اما مستر ويفا من فوق هتقابل ويفا من فوق، او ويفا من تحت هتقابل ويفا من تحت. في الحاله دي الاثنين يعملوا بلس يقووا بعض يعملوا لي ويفا كبيره. كبيره يعني ايه؟ يعني دبل امبليتيود. يعني دي لو كانت ارتفاعها 2 سم ودي 2 سم هيعمل لي ويفا ارتفاعها 4 سم. صح؟ طيب يا اما يا مستر قال لك هتلاقي ويفا قابلت ويفا بس بعكس الاتجاه. يعني يا مستر بعكس الاتجاه؟ هتلاقي الكريست ابتدى هو اللي قبل الترف، يعني الجزء اللي فوق هو اللي قبل الجزء اللي تحت. في الحاله دي اللي حصل يا باشا اتفقنا ان هم يلغوا بعض. صح ولا غلط؟ اعتبر كده يا معلم واحد جاب متر رمله، تمام، واحد حطهم في حفره ارتفاعها متر، فدي هتسد دي وهتبقى في الاخر المحصله صفر. اما لو واحد حط متر رمله، تمام، فوقيه متر رمله كمان، او لا مستر هيبقى 2 متر رمله. تمام، يعني ده موضوع بسيط يعني تشبيه. طيب من هنا بقى لازم نفهم شويه حاجات. ايه يا مستر الحاجات لازم نفهمها؟ قال لك لازم في الضوء هيعمل في السنتر حته منوره، صح؟ ودي يا معلم بنسميها سنترال فرنج، ودي دايما ترتيبها بيكون زيرو. صح؟ بعد كده مستر لقينا حته مظلمه، بعدين حته منوره، وتاني حته منوره دايما ترتيبها يكون 1. يعني دائما كده اللي في النص لازم هتكون منوره ولازم هتكون ترتيبها زيرو. ليه؟ عشان ملهاش اخت. طب بعد كده بص الاثنين دول هيبقوا فيرست برايت. طب اللي بعدهم ها سكند برايت. اللي بعدهم فكرني كده سيرد برايت. طيب ومستر في جزء تاني؟ في جزء تاني. تعالى يا عم اعمله لك بلون مختلف ولا افترض الاحمر. صح؟ طيب المسافه بين الاثنين السود دول اسمهم فيرست دارك. طب الاثنين اللي بعدهم سكند دارك. اللي بعدهم يا مستر سيرد دارك. تمام، وبعد اذنك لازم تكون المسافه فين؟ في النص بالظبط. طيب حلو جدا. ده بسبب ايه؟ قال لك بسبب ان الويفز دخلت في بعض، بس لازم ولا بد يكون اللي في السنتر ماله يا مستر؟ لازم يكون برايت. طيب مستر فكرني كده، كنا ايه الحاجات اللي بنسميها؟ دايما كنا بنسمي المسافه بين الاثنين سليت دي بنسميها دي. طيب المسافه بين الدبل سليت والسكرين كنا بنسميها ار. طيب المسافه بين تو سكسيسيف برايت او دارك فرنج، يعني يا مستر تو سكسيسيف يعني ورا بعض. طب ثانيه بقى، تفرق؟ طبعا تفرق. ما لو قال لي تو سكسيسيف فرنج بس يعني ايه؟ من نص البرايت لنص الدارك، في الحاله دي هتبقى هاف دلتا واي. طب لو قال لي تو سكسيسيف برايت يا مستر، طب ما لو اتنين سكسيسيف برايت يعني دول هم دي ودي، طب ما دي اسمها دلتا واي. او تو سكسيسيف دارك برضه اسمها دلتا واي. بس قال لي تو سكسيسيف وسكت، قال لك تو سكسيسيف فرنجز بس. في الحاله دي يا معلم هنقول ايه؟ والله تو سكسيسيف فرنج يعني نص واحده سوداء ونص واحده منوره، هتبقى في الحاله دي هاف دلتا واي. يبقى يا مستر بعد اذنك المسميات تفرق؟ طبعا تفرق. طيب حلو جدا. بعد كده بقى يا مستر ما تنساش ان الضوء مونوكروماتيك فاكيد عنده ويف. صح ولا غلط؟ طيب يطلع يا مستر اول حاجه اللو. قال لك ببساطه اللو ايكوال، ركز بقى معايا، انا دايما ببقى عايز الدلتا واي دي، ويا مستر قانون الدلتا واي ويف في الار على الدي. مين هي الويف؟ الويف لينس. ويف لينس بتاع المونوكروماتيك لايت. طيب مين هو الار؟ والله يا مستر المسافه بين الدبل سليت والسكرين او الاوبزرفر. صح؟ طب مين هو مستر الدي؟ المسافه بين الدبل سليت. وصلت؟ طيب يبقى بعد اذنك تسمع سيره انترفيرنس يا باشا اطلع اجري ارزع الايه؟ اطلع اجري يا باشا ارزع القانون ده عشان هو ما فيهوش لف ولا دوران. طيب ايه بقى المشكله هنا؟ المشكله هنا ان ليه بقى؟ في الامتحان هيرخم عليك.
مش هقول لك يا عم الدلتا واي بكذا، امال هيقول لك المسافه بين فيرست برايت وفورس برايت او سيرد برايت. هيقول لك المسافه بين مين ومين؟ فيرست برايت للسيرد ايه؟ برايت. طيب تعالى مستر نشوف دي هنحسبها ازاي. عناية ليك. طب هل يا مستر المسافه بين الفيرست برايت، فين الفيرست برايت او سنترال فرنج اهي، فين السيرد برايت يا مستر؟ والله لو ده 1 ده 2 ده 3 اهي. هل دي يا مستر بدلتا واي واحده؟ لا، بكام؟ تعال نشوف. ادي 1 2 3. طيب ما المستر قال لنا قاعده ايه يا معلم؟ انا اسف، في فرق بين فيرست برايت وفرق بين سنترال فرنج. هو لو قال لي سيرد برايت، لو قال لي انا اسف فيرست برايت يبقى 1، قال لي سنترال فرنج سنترال فرنج يبقى 0. تمام. طيب مستر معلش انت لما سالت قلت لي الفيرست برايت مش السنترال. تمام. طيب في الحاله دي يا مستر هيبقى من هنا لحد هنا اهو، صح كده؟ 1 وكده 2. طب بذمتك هل دي دلتا واي واحده ولا 2 2؟ طب مستر كنا بنحسبهم ازاي؟ قال لك بص بقى يا معلم، والله لو عايز الان واداك 2 برايت قول دايما الثاني ماينس الاولاني، يعني 3 ماينس 2 بكام؟ 3 ماينس 1 ب 2. يبقى لو قال لك المسافه بين الفيرست برايت والثيرد برايت ب 4 سم، يبقى يا معلم والله تقول له ده معنى كده 3 ماينس 1 ب 2، يبقى 2 دلتا واي هو اللي ب 4 سم، يبقى الدلتا واي ب 4 على كام؟ 4 على 2 سم، وهكذا. وصلت؟ طيب مستر لازم برايت؟ مش فارقه، ممكن برضو يقول لك مثلا من الفيرست دارك للثيرد دارك. يلا تعالى افتكر كده، فين الفيرست دارك؟ دايما اللي في النص دي بيبقى زيرو برايت، بعد كده اللي فوقيها فيرست دارك او 1 دي يعني، بعد كده اللي فوقيها 2 دي، اللي بعديها 3 دي. يلا يا مستر المسافه بين الفيرست دارك للثيرد دارك طبعا من الفيرست للسكند بدلتا واي، ومن السكند للثيرد دلتا واي، ما هي برضو ممكن نقول الان ايكوال ان دارك ماينس ان دارك، صح؟ يبقى بص بقى يا مستر، عشان اجيب ان بتاعت الدلتا واي بعمل ايه؟ والله اقول برايت ماينس البرايت، ان البرايت ماينس الان برايت، او ان دارك ماينس الان مين؟ ان دارك، صح؟ طيب افرض بقى رخمت عليك قلت لك ايه بقى يا معلم؟ من السنترال سنترال فرنج وسيرد دارك. ثانيه بقى هنا كده نشوف. سنترال فرنج افتكر كده هي الزيرو، صح؟ طيب وسيرد دارك اهو يا عم اللي فوق. طيب تعالى نحسب، هنقول بقى 3 ماينس 0. لا يا مستر بص بقى، من الدارك للدارك 1، من الدارك للدارك 2. طب بقول لك ايه، فاضل الحته دي، هي دي دلتا واي كامله ولا دي نص؟ لا يا مستر دي نص، يبقى تلاقي على طول 2 ونص. طب مش هي بابا، مش السنترال فرنج ترتيبها 0 صح؟ والدارك 3 كانها هي ايه؟ ان دارك ماينس ان برايت، صح؟ واللي يطلع نشيل منه مين؟ نشيل منه هاف. يعني ممكن دي بقى معلم القاعده نقول له ايه؟ ان دارك ماينس ان برايت، واللي يطلع يا عم نشيل منه مين؟ نشيل منه هاف. واصله لك؟ وكده يبقى انت تعرف تجيب ايه؟ اي اوردر. يعني ايه اي اوردر؟ اي يا عم عدد مين؟ اي عدد دلتا واي. واصله لك؟ عشان في الامتحان بنسبه كبيره يعني مش هيقول لك على طول دلتا واي بكذا، هيقول لك يا عم ده المسافه من السكند للفيفث بكذا. لا يا عم من السكند للفيفث، مثلا من السكند برايت للفيفث برايت، برايت وبرايت. يا عم يبقى ماينس 5 ماينس 2 ب 3. يا عم والله يبقى دي 3 دلتا واي مش دلتا واي واحده. وصل لك؟ موضوع بسيط تعرف تجيب منه اي حاجه. يبقى برايت ماينس برايت، دارك ماينس دارك، او ان دارك ماينس ان برايت ماينس كام يا معلم؟ ماينس هاف. اوعى تنسى نشيل منه هاف. وصل كده؟ طيب مستر في حاجه اسمها باس ديفرنس، فكرني كده. يعني ايه باس ديفرنس؟ باس ديفرنس يا معلم يعني فرق المسافات. طيب كنت بطلعها ازاي؟ قالك بص بقى، دايما يا معلم عايز تعرف فرق المسافات في عندي حالتين، تمام؟ في حاله البرايت وفي حاله الدارك. في حاله البرايت جيب دايما الان في الويف، بمعنى يا مستر تعال كده يا بابا نشوف في الزيرو اللي هو السنترال فرنج. مش يا مستر لازم الروف من هنا تكون قد الروف من هنا بالظبط؟ ففي الحاله دي الباس ديفرنس بكام؟ زيرو، عشان زيرو في الويف لينس بزيرو، صح ولا غلط؟ طيب تعالى بقى نشوف الفيرست برايت اهو. تعالى بقى فكك، تعالى يا عم نشوف فيرست برايت. مش دي بس في النص ترتيبها زيرو، بعد كده فيرست برايت، بعد كده سكند برايت، بعد كده سيرد برايت. تعالى نشوف. والله يا مستر الفيرست برايت دي من هنا هي هتطلع على طول، بس دي من هنا هتطول شويه، صح؟ اكيد يا مستر الضوء اللي جاي من هنا غير الضوء اللي جاي من هنا.
في فرق مسافه بينهم. طيب لو لقينا ان دي ويفا 2 3 هنلاقي دي ويفا 2 3 4. يعني هنا يا مستر 4 ويفات ماينس 3 ويفات، يبقى الفرق بينهم كام؟ 1 ويفا. مش هي الان ب1 لقينا الفرق 1 ويفا. طب يا مستر دي صدفه. تعال نشوف السكند فرنج. يلا يا مستر سكند برايت، هل المسافه دي من السليت دي قد السليت دي؟ لا يا مستر، اهو لو دي عملت ويفا 2 3 دي هتعمل ويفا 2 3 4 5. طيب هنشيل 5 ويف من 3 ويف هيطلع كام يا عم الفرق بينهم؟ 2 ويف. طب يا عم نعملها قاعده. ايه القاعده؟ قال لك خلاص لو عايز تعرف الباس ديفرنس عند السكند برايت يبقى 2 ويف، شكرا. فيفث برايت 5 ويف، تنس برايت 10 ويف. صعبه؟ طيب الحمد لله. يبقى دي في حاله مين؟ دي في حاله البرايت. طيب افرض بقى مستر كنت عايز اعرف الفيس ديفرنس، الباس ديفرنس انا اسف، في حاله الدارك. يلا مستر تعالى كده نفتكر، اللي في النص دي اسمها زيرو برايت، يبقى دي اسمها فيرست دارك 1 دي. يلا هل يا مستر المسافه دي قد دي؟ لا برضه في فرق في المسافه. طب هنلاقي بكام بقى فرق المسافه؟ والله لو دي عامله ويفا 2 3 دي هنلاقيها عملت ويفا 2 3 ونص. ليه يا مستر النص؟ حبيبي هو لو الاثنين كانوا نفس الماشيه بالظبط فهيقابلوا بعض في نفس المكان بالظبط، يعني الحته اللي فوق هتعمل حته فوق، في الحاله دي هيعملوا ديستركتيف انترفيرنس، انا اسف كونستركتيف. تمام. طيب معنى ان انا هنا في الدارك انا عملت ديستركتيف، يعني ايه يا مستر ديستركتيف؟ يعني ويفا فوق قبلت ويفا تحت، فلازم يكون في فرق في المسافه بيننا بنص ويفا. وصل لك؟ يعني في الحاله دي يا مستر هنلاقي كام؟ والله هنلاقي الفيرست برايت الفرق نص ويفا. طيب تعالى يا مستر كده نشوف السكند برايت، السكند دارك انا اسف يا مستر، دي السكند دارك اهو 2 دي، هلاقي الضوء جاي من هنا اهو من السليت الاولاني والضوء جاي من هنا السليت الثاني، في فرق مسافات بينهم. تيجي نحسب، لو لقينا دي ويفا 2 3 دي اللي هي ويفا 2 3 4 ونص. تمام. ما 4 ونص ماينس 3 هنلاقيها 1 ونص. بقول لك ايه، انا خدت بالي من حاجه، الواحد نص والاثنين 1 ونص ويفا، يبقى كده عند الثلاثه دارك 2 ونص ويفا هيبقى الفرق. يعني قصدك تقول لي بقى في حاله الدارك هنقول له مين؟ ان ماينس اوف في الويف، بس كده دي قاعده. اقول لك يا عم ده انا عايز الباس ديفرنس عند الفيفث دارك، فيفث دارك يبقى 4 ونص ويفا، تنس دارك 9 ونص ويفا، مليون دارك مليون الا نص ويفا. وصل لك؟ طيب اما البرايت يا عم عند ال6 برايت 6 ويف، شكرا خلصت. وصلت كده؟ طيب دي كده انا مش بشرح، انا بقول لك الانجاز كنا بنعمل ايه وبنفكر ازاي. تمام. الشرح خلاص ده قلنا اوريدي. اما هنا مستر بعمل ايه؟ بقول لك انجز ازاي افكر في افكار مين؟ الانترفيرنس في التداخل. حلو جدا. يبقى انا هنا عشان اعرف اجيب الان اللي هو ان الدلتا واي، يعني يا برايت ماينس برايت او دارك ماينس دارك او دارك ماينس برايت ماينس هاف. تمام. لو طلب منك الباس ديفرنس في البرايت بنشوف الان هو في كام في الويف لينز، في حاله الدارك كنا بنقول مين؟ ان ماينس هاف في الويف لينز. طيب تعالى مستر نجيب السلوب او الفاكتورز او جراف. يلا مستر اتفقنا دايما دلتا واي ايكوال ويف في الار على دي. طيب مستر لو قال لك علاقه الدلتا واي بالويف هي مستر والله الاثنين دايركت صح، عشان كده حتى بيقول لك ايه it is تمام preferable to use ايه والله يا عمي ريد لايت ولا بلو ولا فايلوت. قال لك بص بقى يا معلم، والله ده الدلتا واي دايركتلي مع الويف، يعني كل ما الويف تكون كبيره الدلتا واي يكون كبيره فاعرف اشوف الفرنجز واعرف احسبهم احسن صح. في الحاله دي الاحسن ان انا استخدم الريد ولا الفايلوت؟ اكيد طبعا يا مستر الريد. ليه؟ كان عنده اعلى 700 ويف لينس في الفيزابل لايت اللي هو 700 نانو، اما الفايلوت كان 400 نانو، ففي الحاله دي لا يا مستر الاحسن استخدم الريد اكتر. طيب تعالى يا مستر نجيب السلوب. يلا يا باشا هشيل الدلتا واي واشيل الويف، هيبقى مين؟ هيبقى ار على دي. يعني لو جبت السلوب اذا كان معايا السيتا جبت التان سيتا او معايا ارقام دلتا واي على دلتا اكس، والحمد لله ده جراف بادئ من الزيرو، اختار نقطه على طول من الواي على نقطه من الاكس يبقى ار على الدي. في الحاله دي هيديك الار ويكون عايز الدي، او هيديك الدي ويكون عايز الار. طيب تعالى مستر هنا دلتا واي مع الار. يلا مستر المسافه بين السكرين اتفقنا الدلتا واي اهو ويف في الار على الدي، يعني الدلتا واي مع الار دايركت صح. يعني كل ما المسافه بين الدبل سليت والسكرين تبعد اكتر كل ما يكون احسن ولا اوحش؟ اكيد طبعا احسن.
تمام. طيب في الحاله يا مستر يلا نجيب السلوب، نشيل الدلتا واي ونشيل ار، يبقى ويف على دي. تمام تحفه. تعالى بقى مستر نشوف تالت حاجه، الدي السمول دي الديستانت بين السليت اهو، دبل سليت اهو، المسافه اللي بينهم اهي، هي دي اللي اسمها الدي سمول. يلا يا باشا، كل ما الدي سمول بتزيد، لا لقينا الفرنجز ابتدت تقرب من بعض، بقت انفرس صح، يبقى الدلتا واي مع واحد على الدي دايركت. يلا يا مستر، ولو جبنا السلوب يبقى اولا كده الدلتا واي انفرسلي مع الدي، كل ما الدي بيزيد الدلتا واي بتقل. ولو جبت السلوب يلا يا مستر هتشيل الدلتا واي وتشيل الدي، يتبقى ويف في مين؟ ويف في الار. يبقى كل واحده عرفنا ازاي نجيب السلوب بتاعها. تمام كده. طيب قبل ما نعمل الديفراكشن تعال نخش اسئله جزء الانترفيرنس. يلا يا باشا مع بعض. قال لك ايه؟ طبعا دي من اسئله من التقييمات عشان هي دي اللي بيركزوا عليها. The wavelength wave of any monochromatic light in Thomas Young double experiment هتطلع بانهي ريليشن؟ تعال نشوف. مستر هو المره دي عايز الويف لينس، عايز قانون ويف. يلا مش هو القانون اللي احنا حافظينه دلتا واي ايكوال ويف في الار على دي؟ يبقى الويف بقى مستر دي اللي سيادتك طالبها اهي دي، يبقى اي حاجه جنبها بالتايمز تنزل تحت بالديفايدد، اي حاجه بالديفايدد تطلع فوق بالتايمز. يبقى دلتا واي في دي على الار، دلتا واي في دي على الار، في الدي على الار اهي، يبقى الاجابه رقم سي. اللي بعده قال لك if the distance of first bright fringe اهي first bright ماشي، يبقى ده first B from the central fringe 0 B ماشي يا مستر، يبقى 1 minus 0 1 يعني ده دلتا واي واحده. in you mustang experiment 2 سم. حلو. قال لك ايه بقى؟ قال لك the distant of third، يبقى مستر ايه اللي هستفاده من هنا؟ ان الدلتا واي بكام؟ 2 سنتيمتر. حلو. قال لك then the distance of third dark fringe from central fringe يا ابن الايه؟ قال لك بص بقى central dark يعني 3 دي from central fringe 0 بي، لا يا مستر دول حاجتين غير بعض، يبقى دايما عشان اعرف قد ايه ان دلتا واي بكام هقول والله يا عم عدد الدارك ماينس عدد البرايت، نشيل منهم مين؟ هاف، هتطلع 2.5 مين؟ ويف. صح ولا غلط؟ طيب يبقى بيطلع بكام يا معلم؟ والله في الحاله دي المسافه الديستنت بكام؟ هنا دي ديستنت تتلخبط، نسميها ان دلتا واي عادي جدا 2.5 تايمز 2 سم. صح ولا غلط؟ هتطلع كام يا معلم؟ هتطلع 5 سم. الاجابه رقم بي. اللي بعده in Young's experiment monochromatic light of wavelength 5000 انجستورم. مستر معايا الويف واستاذنك انجستورم، اقول له 10 باور نيجاتيف 10. كمل يا حبيبي. is used استخدم. حلو. قال لك the distance between two slits is كذا، وبعد اذنك دي بالملي يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 3. حلو. and the distance between two successive fringes لا ثانيه، قال لك two successive bright fringes، عارف لو قال لي two successive fringe بس يبقى هاف دلتا واي، لا في الحاله دي يا مستر يبقى ده الدلتا واي، واستاذنك برضو بالملي 10 باور نيجاتيف 3. عايز ايه بقى؟ عايز الديستانس بتوين دبل سليت اند ذا سكرين. في الحاله دي على فكره انت لو مش عارف كل حاجه هي مين مش هتعرف تحل، لازم اكون عارف الدبل سليت والسكرين او الاوبزرفر، ده كده الار اللي هو عايزه. دبل تو سليتس بس ده الدي، المسافه بين التو سكسيسيف برايت او دارك فرنجز دلتا واي. وصل لك؟ هي دي تركه السؤال. طيب يلا مستر نكتب القانون. ويف لينس ايكوال، انا اسف، دلتا واي ايكوال دلتا واي ايكوال ويف في الار على دي. طيب مستر ما بحبش الشيفت سولف، علمني ازاي اعملها. يلا يا حبيبي سيادتك عايز الار صح، اي حاجه بالتايمز تنزل تحت بالديفايدد، اي حاجه بالديفايدد تطلع فوق بالتايمز. شكرا. يبقى سيادتك لو عايز تجيب الار ايكوال ايه؟ دي في دلتا واي على الويف لينس. يلا يا مستر الدي بكام؟ الدي ب 0.3 بس ملي يا مستر، انت هنكتبها تحت هنا 0.3 بس ملي يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 3. دلتا واي 5 بس ملي يا مستر 10 باور نيجاتيف 3 على الويف لينس يا مستر 5000 بس بعد اذنك ده انجستورم يعني 10 باور نيجاتيف كام؟ 10 باور نيجاتيف 10. صح ولا ايه؟ طيب كالكوليتور يا معلم بتاعنا قول له
0.3 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 في 5 تايمز 10 برضه باور نيجاتيف 3 على كام يا معلم؟ 5000 بس استاذنك 10 باور نيجاتيف 10. يطلع بكام يا باشا؟ يطلع ب3. 3 مين؟ 3 متر. يبقى الإجابة رقم سي. حلو جدا. اللي بعده قال لك in Young's experiment. تمام؟ بدل ما اقول توماس يانج بقول يوماس. ايه يوماس دي؟ مش عارف. ما علينا. if the distance of force dark from central fringe is x. طيب ثانية واحدة بقى كده مستر. قال لك force dark 2 from the central fringe. يعني 4 دارك لحد السنترال، يعني 0 برايت. is x. طيب يبقى مستر الان بكام؟ هل دول زي بعض؟ لا، يبقى مش هنعملهم ماينس على طول. امال هنعملهم ماينس بعض. ماينس هاف. يبقى 4 ماينس 0 ماينس هاف تطلع بكام يا مستر؟ 3.5. صح؟ جميل جدا. يبقى يا مستر يبقى الان سوري يبقى الان دلتا واي بكام يا معلم؟ انا اسف، 3 دلتا واي، 3.5 دلتا واي. هو ده اللي بكام؟ هو ده اللي باكس. طيب حلو جدا. يبقى الدلتا واي مستر الواحده باكس على 3.5 معروفه. ما انا لازم في الحاله دي اجيب الدلتا واي الواحده بكام؟ صح؟ عايز اجيب دلتا واي 3.5 بالتايمز وديتها هناك بالديفايدد. قال لك then the distance between central fringe اللي هو 0 برايت and first برايت. يعني عايز 1 minus 0، يعني عايز دلتا واي واحده. تطلع بكام؟ ما احنا لسه قايلين اكس على 3.5. يبقى الاجابه رقم سي. حلو جدا. كمل. قال لك the ratio between the distance from central fringe to first bright when using red light and using violet. يا مستر لسه قايلينها. تمام؟ طالما قال لك الوان في القصه، صح؟ طيب مستر افتكر كده، والله العظيم الدلتا واي ايكوال ويف في الار على الدي. فكك، ما حدش جاب سيره الار ولا حد جاب سيره الدي. علاقه الدلتا واي مع الويف لينس دايركت ولا انفرس؟ دايركت يا مستر. طب افتكر الالوان تاني. روي جي بيف. المستر قال لنا كل ما اروح ناحيه الفايلوت الويف الصغيره والفريكوانسي العاليه. تمام. كل ما اروح ناحيه الريد الويف العاليه والفريكوانسي القليله. طيب بذمتك كده مش همستر الدلتا واي دايركتلي مع الويف؟ يعني اللي عنده ويف كبيره عنده دلتا واي كبيره، يبقى اكيد طبعا الريد اكبر من مين؟ من الفايلوت. تمام. يبقى عايز المسافه بين السنترال فرنج يعني الدلتا واي لما بستخدم الريد طبعا اكبر من الفايلوت، يبقى greater than 1. اللي بعده قال لك in Young's double slit experiment. ماشي. يونجز اللي هو توماس يونج دبل سليت اكسبيرمنت. تسمع الكلمه دي ارزع دلتا واي ويف في القرعه دي على طول. The distance between slit is A. يعني دي equal A. ماشي. The distance between the slit and the observer screen is X. ما دي الار، يعني الار equal X. ماشي. And the monochromatic light of wave is used. والويف لينس كان اسمه ويف. سبحان الله. ماشي. قال لك if the light source is replaced اتغيرت with another source of 2.4 wave. يا مستر ده ويف الجديدة. Calculate the new distance between the slit and the observer screen. يعني هو عايز ار الجديدة بكام؟ تمام؟ ليه بقى؟ تعالى كده نكمل. هو اللي قال لي. عرفت منين يا مستر؟ قال لك calculate the new distance. انهي distance؟ ما في الدي وفي الار. قال لك between the slit and observer screen، يعني في الحالة دي الار in terms of x. ماشي. in order to keep interference pattern unchanged. يعني عايز الانترفيرنس باتر هو يعني يا مستر من الاخر عايز دلتا واي الاولاني يكون ايكوال دلتا واي الثاني. السؤال ده كان مقالي، صح؟ يلا. يعني ويف 1 في ار 1 على دي 1 لازم تكون ايكوال ويف 2 في ار 2 على الدي كام؟ دي 2. تعالى كده بقى مستر واحده واحده ونعوض نشوف مين معانا ومش مين مش معانا. اولا ويف 1 دي هو سماها ويف في الار، هو سماها اكس. ماشي. يعني اهو تايمز اكس على دي 1 هو سماها ايه؟ ايكوال. طيب هو اولا ما حدش جاب سيره ان الدبل سليت المسافه بينهما تتغير، صح؟ يبقى الايه هي. طيب ويف 2 هو قال لي بكام؟ 2.4 ويف.
طيب هو عايز مين بقى؟ هو عايز ار2 بكام؟ اولا يا مستر الاي دي هتطير مع الاي دي، والويف دي هتطير مع الويف دي، هيتبقى مين؟ هيتبقى اكس ايكوال 2.4 ار2. طب خلاص يا مستر، يبقى انت سيادتك عايز ار2، يبقى اكس على كام؟ 2.4، وهي دي الاجابه. حرفيا انا نودي 2.4 بالايه؟ بالديفايد. واصله لك كده يا معلم؟ وكده يبقى احنا راجعنا بسرعه كل ما يتعلق بمين يا معلم؟ بالانترفيرنس. تعالى بقى مستر نخش على الديفراكشن، ودي كانت اخر خاصيه من البروبرتيز اوف لايت، ان هو بيحصل له ديفراكشن. فكرني كده يا مستر، يعني ايه كلمه ديفراكشن؟ يعني انكسار. ايوه. طب يا مستر ما هي زي الريفراكشن. لا يا بابا، الريفراكشن لازم يكون تو ميديم مختلف. هنا يا مستر احنا ار ان سيم ميديم. ايوه، يعني استفاد ايه يا مستر ان احنا في سيم ميديم؟ لما كانت تو ميديم مختلفه كان الفيلوسيتي متغيره، صح؟ والويف لينس متغير، كانت الفريكونسي هي اللي ثابته. لا هنا يا مستر احنا في 1 هو في 2، صح ولا غلط؟ وويف 1 هو ويف 2، صح ولا ايه؟ في الحاله دي يا عمي احنا ما اتغيرناش، صح ولا ايه؟ طيب ويا عمي والله فريكونسي 1 هي فريكونسي 2. ليه يا عمي؟ بابا انا نفس الضوء، انا كل اللي عملته ان انا عديت مونوكروماتيك لايت عنده ويف لينس قريبه من ابيرتشر. يعني ايه ابيرتشر؟ حته فتحه كده صغننه، تمام؟ يعني مثلا يا عم الويف لينس ب 520 نانومتر، تمام؟ والفتحه دي 550 نانومتر مثلا، او 520 نانومتر. هنا بقى يبتدي يحصل حاجه اسمها ديفراكشن. ايه اللي بيحصل؟ قال لك في الحاله دي الضوء بيخبط في الشارب ايدج، تمام؟ فبيتحول كانه كام ويفه؟ 2 ويفز. واصله لك؟ وبيتغير اتجاهه كده لناحيتين. طيب ولما يا مستر الاثنين ويفز دول، يعني الويفه دي تتقسم ويفتين واتجاههم يتغير، في الحاله دي اللي هيحصل بينهم انترفيرنس، هيحصل نفس اللي بيحصل بالظبط، تمام؟ هيظهر سنترال فرنج، بس المره دي بقى الفرنج اللي في النص مدوره وباينه وواضحه جدا. طب بعد كده دارك، بعد كده حته اكتر، تمام؟ بس يا مستر الانتنستي انا اسف يعني مش اكبر، يعني اكبر كراديوس يعني، تمام؟ بس يا مستر هتلاقي الانتنستي اخف سنه، تمام؟ وباهته كده شويه ومش نفس السيكنس. طب بعد كده برضه يا معلم الاقي اللي بعده بقت ابهت اكتر، وهكذا اللي بعده اللي بعده اللي بعده، تمام؟ يبقى هو ده الفرق بين الانترفيرنس ومين يا معلم؟ والديفراكشن. الفرق يا معلم ان فوق في الانترفيرنس بص كان اولا كلهم نفس الحجم ونفس البرايتنس ونفس المسافات. طب تعالى بقى يا مستر نشوف هنا كده في الديفليكشن، لا ده هنلاقي بص حته منوره كبيره، تمام؟ وبعد كده كل شويه بتبهت اكتر، والسيكنس حتى بتاعتها ايه؟ بترفع. يبقى كل ما اقرب ناحيه السنتر، تمام، البرايتنس بيبقى اوضح، تمام، وبتكون اتخن. طب كل ما ببعد في الحاله دي يا معلم بيحصل ايه؟ في الحاله دي بتبقى اخف، تمام، وارفع، تمام؟ طيب وخلي بالك يا مستر هنا انا كنت جايب سيركولار ابريتشر. يعني ايه سيركولار؟ دايره. فسبحان الله الصوره ظهرت ايه؟ الصوره ظهرت دايره، تمام؟ طيب حلو جدا. مين يا عم اللي قال القصه دي؟ كان واحد اسمه ايري، فسمى الديسك ده سماه ايري ديسك. واصل لك؟ طيب سؤال بقى يقول لك ايه الحالات اللي تخليني اشوف الديفراكشن اوضح؟ والله يا عمي تستخدم ويف عاليه وتصغر الابريتشر على قد ما تقدر. عشان كده دايما كان بيقول لك سؤال: واحنا ليه يا معلم مش بنشوف الديفراكشن في حياتنا اليوميه؟ يا بابا انا عينيا بتشوف الويف لينس الفيزبل من كام لكام؟ والله يا مستر من 400 نانو لحد 700 ايه؟ نانو. طيب وفي الحاله دي صعب ان انا الاقي ابريتشر اصلا بالحجم ده، صح؟ فعشان كده مش بلاحظ الموضوع ده بشكل يومي. اوصلك؟ طيب افرض بقى مستر جبت ريكتانجولار ابريتشر وعدت عليها الضوء، اكيد مش هتطلع دايره، امال هتطلع شكل ايه؟ قالك يا معلم ببساطه لو عديت ضوء اهو على ريكتانجولار ابريتشر بشرط ان يكون الويف لينس، تمام، قد او اكبر سنه، انا اسف اصغر سنه من الابريتشر دايمنشن، برضه هتلاقي القصه بس المره دي على شكل ريكتانجل. وبرضه يا مستر برايت في النص وعندها ويدز عالي، وكل ما بتبعد بيحصل لها ايه؟ بتبقى اخف، تمام كده؟ فدايما كده الانتنسي بتبقى اقوى حته فين؟ في السنتر، وكل ما ببعد ها يا معلم القوه بتاعتها بتقل. طيب مش انت مستر قلت لي في شارب ايدج بيحصل ديفراكشن؟ اكيد طبعا. طب في الحاله دي افرض بقى عدتها على راذور بليد اللي هو الموس، هيعمل برضو نفس شكل الديفراكشن ده. وصلت؟ يبقى يا مستر الكيسز اوف نوتسبل ديفراكشن ان يكون الويف لينس كبير والدايمنشن بتاعه الابريتشر ماله يا معلم؟ صغننه، تمام؟ طيب حلو جدا.
يلا بقى يا مستر نخش على اخر سؤالين. يلا بينا. يلا بينا. قال لك the area of area disk in light diffraction. diffraction افتكر الكلمتين اللي قلتهم لك دول. experiment increase when. يلا يا مستر. الاريا اوف اري ديسك ان لايت ديفراكشن امتى بتلاقيه بيزيد؟ يلا بينا. لما السكرين از موفد كلوزر ذان كلوزر تو سيركولار ابيرتشر. المستر ما جابش سيره القصه دي. طيب استخدم ضوء عنده هاير فريكونسي، برضه المستر ما قالش دي. ولا الدايمتر اوف سيركولار ابيرتشر تزيد ولا تقل؟ قال لك لا يا مستر في الحاله دي لازم تقل. يبقى افتكر دايما الابيرتشر دايمنشن يقل والويف لينث يزيد عشان يكون واضح اكتر. تمام. اما ما تجيبليش مثلا ويف ب 420 نانو تحطها في ابيرتشر 1 سم تقول لها ايوه يا عم ما مش بتبان ليه؟ اكيد طبعا في فرق كبير حتى لو 1 مللي. تمام. احنا عايزين حاجه ايه؟ قريبه او اكبر منها بحاجه بسيطه او قدها بالظبط. اتفقنا؟ اخر سؤال بيقول لك which of the following property خاصيه of ray changes when diffraction occur. مستر diffraction اللي بيتغير. تعال نشوف السبيد استحاله، ويف لينس استحاله، فريكونسي استحاله يا مستر ده انا نفس السورس، صح ولا غلط؟ وما غيرتش الميديم. طب ما في الحاله دي لو قلت الويف لينس كنت قلت فريكونسي غلط. ولا الدايركشن؟ اكيد يا مستر في الحاله دي الدايركشن. الضوء كان داخل عدى على ابريتشر اتقسم لضوئين وكل واحد منهم عمل ايه مع التاني؟ عمل ديفراكشن. يبقى الاجابه رقم دي. تمام كده. انا هحاول على قد ما اقدر انزل بورتس عشان اللي خلصوا انزله تلحق تذاكره قبل الامتحان. ربنا معاكم وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.